السلام عليكم. يلا بينا النهاردة نملح الخيار. عندك شوية خيار وعايزة تملحيهم، يلا بينا نملحهم. هنجيب مية سخنة وهنحضرها. هنغسل الخيار وهنجيب المية، هنحط فيها ملح 3 معالق ملح مليانين. طبعا الملح احنا متعودين نحط الملح الخشن، مفيش هتحطي الملح العادي، بس الملح الخشن طبعا احسن في التمليح. نحط معلقة سكر، معلقة شطة، واحنا برضو بنقلب. نص معلقة حبة البركة. بعد كده هنحضر الخضار بتاعنا. هنحضر ايه؟ الجزر والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، هنخرطهم وهنحطهم معانا، واحنا كل ده واحنا بنقلب. هنجيب بعد كده ربع كوباية خل وورقتين ريحان وشرايح ليمون. فاحنا كده ايه؟ حطينا كل الخلطة مع بعض. الورق ده ورق ريحان. خلاص كده جهزنا الخلطة كلها. نجيب البرطمان ونبتدي نرص الخيار والفلفل بتاعنا، نرصهم كده بالطول. وبعد كده بنحط المية بتاعتنا، وتاني يوم ممكن تاكلي منه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. واللي ما عملش اشتراك للقناة يشترك عشان يوصله كل جديد. وبعدين عايزه اقولك ان ممكن نحط معاه فلفل حامي، يعني لو بتاكلي فلفل حامي ممكن، لو عندك كميه فلفل عايزه تملحيها تملحيها معاه، بيطلع جميل جدا. وربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم.